السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي صديقاتي أعزائي عزيزاتي المشاهدين والمستمعين، إن شاء الله تكونوا لاباس ودائما إن شاء الله لاباس في حالة جيدة. عدت إليكم بقصة جديدة من قصص أم عبدو. كان يا مكان في قديم الزمان، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان يا مكان كان بلاصة هكذا، بلدة بعيدة، فيها تاجر هذاك معروف بالحكمة تاعو، بطيبة تاعو، بأخلاقه العالية. كان فيه العيب تاعو انه سريع الغضب، ويحب يدير الخير ويحب يعاون الناس ويحب يفعل الخيرات، بصح نقطة الضعف تاعو سريع الغضب. الناس قاعد تشهد له بالخير، الناس قاعد تشهد له بالحكمة والحنكة والعقل الكبير. عنده وليده يكون في العمر تاعو 25 سنة، والله دايما يعاونه في التجارة تاعو، في السلعة، في الحانوت تاعو، في الحوان تاعو. بعد قال والله غير نسيي وليدي نجربوا ترى نبعث في البلاصة بعيدة، نعطي له مبلغ من المال، نعطي له بضاعة، نقول له روح بيع هذه البضاعة ونشوفوا ترى يعرف ولا ما يعرفش. بدا عمر له هذاك القارب وبعث معاه واحد الخدام صغير عليه شوية، يكون في 19 سنة. والله قالوا شوف يا حسين، نبعث معك علي وروحوا البلاصة الفلانية بيعوا هذه السلعة ونشوفوا وليدي ترى يعرف. قالوا ان شاء الله يا بابا، ان شاء الله نفرحكم، نكون عند حسن ظنك، توكلوا على ربي، بقى على خير يا بابا، بقى على خير. راحوا يمشوا وصلوا لهذيك البلاصة، حبسوا القارب تاعهم، الفلوكة تاعهم، ربطوه، بداو يجبدوا في السلعة، حطوها حتى يشوفوا عصابة راهم يكركروا في الطفلة، والطفلة تبكي وتقول لهم يطلقوني وكل عليكم ربي، وراكم مديني ويروح يجري. قال صاحبه عليه هك تشوف الطفله مسكينه باينه بلي سارقينها العصابه خاطفينها. الاخر يقول ما تدخلش روحك حسين، يقول له علاه ما ندخلش روحي، شفت المنكر بعيني، ربي يحاسبني، شوف المنكر بعيني وما نغيروش. راح يجري، صابهم دخلوها لواحد البلاصه وين يبيعوا، كان في زمن بيعان العبيد، وقاعده هكذا وهم يساوموا فيهم اللي يشروا الجواري ويشروا البنات والنساء. شحال تبيعوها لنا؟ ويدخل عليهم السلام عليكم. سلام. قال له شحال تبيع هذه الطفله؟ قال له شكون انت اصلا؟ مش فينكش هنا الدور. قال له ايه انا ماشي من بلادكم، هذا وين جيت انايا؟ قال له ثمنها غالي وحاجه ما تخصكش، اخرج. طبعوه لبرا، خرج عاود دخل. قال لهم شوفوا طلبوا واش حبيتوا، انا تاجر وجايب معايا السلعه وجايب معايا مبلغ من المال، هاي السلعه تاعي برا. بعثوا واحد باه يتاكدوا باللي صح. وين راه؟ قال له هذه السلعه تاعك. قال له هاي ليك برا، هذا وين حبست خرجت من البحر، حبست القارب تاعي وفرغت السلعه تاعي. راحوا يقلبوا فيها ما شاء الله، كلها اشياء ثمينه، ويوري صاحبه من بعيد يقول له شوف. الاخر قال صاحبه باين باللي التاجر غبي، هذه السلعه الغاليه يشري بها يبدلها بهذه الطفله. قال له خلاص اعطينا واش عندك ودراهم سلعه، ودي الطفله وروح. اداو. بابا يستنى، قال وليدي طول حتى يشوفها، راه الفلوكه تاع وليده فراح، يشوف الفلوكه فارغه، باين باللي وليدي باع السلعه تاعو. الحمد لله يا ربي، عندي طفل شاطر وما على بالوش واش كاين واش ما كانش. يشوف القارب هذاك يقرب حتى يشوف الطفله. شكون الطفله؟ قال لي مع وليدي ومع علي. يا اهبط منها، جاء السلام عليكم بابا. سلام. قال له باين باللي بعت السلعه. قال له بابا ندخلوا للدار ونهضروا. دخلوا للدار، حكى له طفله وكانوا سارقينها، وعطيت لهم البضاعه، طلبوا البضاعه كامل اللي عندي بمقابل باه يطلقوها. وبدا يعيط، يا غبي يا حمار، على الاقل مدي لهم النص، على الاقل كنت مدي لهم المبلغ تاع المال اللي عطيته لك، تمدي لهم كلش. قال له بابا هما طلبوا هكذا، والطفله هذه تستاهل، شوف شحال عاقله وشابه. خلاص. قال له انا ما عرفتش ربي، انا عندي طفل بهلول، ما علينا. قعد مده هكذا، بعد زاد المهم جاب الشيخ الجامع وعرض الناس وعقد لهم الوليد وللطفله هذيك، زوجهم، دار عرس مطنطن، الزرنه تخبط، الناس تشطح، الماكله اشكال وانواع. بعد العرس بشهر ولا شهرين قال له شوف احنا بعثك مره اخرى، وهذه المره رد بالك على الدراهم مع السلعه. قال له ايه يا بابا ما يكون لا خاطرك. داو السلعه وراحوا لبلاصه واحده اخرى، مش هذيك اللي راحوا لها المره الاولى. غير دخلوا باب المدينه ويشوفوا مجموعه من النساء ورجال ودراري، حاك منهم العسكر تاع السلطان، ويضربوا فيهم يكركم ويقول لهم وين راكم مدينه، تدوناش. بدا يسقسي واش كاين. قال له بعد حاجه ما تخصكش، هذا امر السلطان. بعد يسقسي، قال له واحد شوف دوك نقول لك واش كاين. قال له السلطان دار ضريبه، وهذا مجموعه من الشعب اعترضوا، قالوا الضريبه هذه ما يقدروش يخلصوها حنايا، ها مدينهم للحبس. قال شحال زعما ندفع لهم
كان قال له المبلغ الفلاني، راح عليه هذا قال له لازم نبيع. قال له دوك باباك يزعف منك يا حسين واش بك؟ قال له قال له فعل الخير ما يهمنيش، انا وين نكون تعطيكش مشكل نحلو، لازم نفعل الخير. راح باع السلعه بنص السومه، بيع 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 باعها كاع، وراح خلص عليهم وطلقهم وجا يد القدام ويد اللور كما يقولوا. بدا باباه يعيط يا ربي يا ربي، قال واش درت انا في الدنيا هذه حتى نعود بي طفل كيما هذا غبي، بابات غبي. انا ماشي غبي، كيفاه ولدي ما خرجش ليا. مرته فرحانه تضحك حضنات وقالت له حسين المهم انت كي جيت لنا لاباس وبخير، سلعه تخلف ودراهم يتخلفوا. زاد قعد 2-3 ومن بعد قال له شوف انا جبت رسام رسم زوجتك، هاي الصوره تاع زوجتك، ونبعثك هذه المره بسلعه لبلاصه واحده اخرى، وماشي انت اللي تتفق مع التجار ولا تبيع ولا تشري. اعطي له علي، هو اللي يعرف يهدر، هو الشاطر، هو الحاذق، اعطي له ليه. وانت يخزر غير في تصوير مرتك، باه كي تصرى لك حاجه خمم، قول كنت تصرى لي حاجه مرتك ما يبقى لها والو، بعد نزيد نموت انايا المال هذا يروح وما يبقى. خمم على مرتك، خمم عليها على المستقبل تاعها. قال له جا واحد التاجر بدا يتفاهم معاه على شحال السومه، بدا هذاك عليه شاطر الله يبارك، بدا يقول له المبلغ الفلاني، وهذاك التاجر يقول له لا نقص، والاخر يقول له لا هذه هي سومتها، سقسي في الاسواق روح الا لقيت سومه خير من تاعنا روح هدر معنا. باعوا النص تاع الاخرى. ومن بعد التاجر هذا قال له شنو التصويره في يدك؟ قال له تاع الزوجه تاعي، بابا قال لي خزر فيها باه تعرف بلي مرات تسنى فيك وانت مسؤول عليها وانت. المهم راح قال للسلطان، هذاك التاجر صاحب السلطان، راح قال له واحد التاجر جا وجايب معه تصويرة مرته تهبل ما شاء الله. قال له ودير واحد خدام هو اللي يتفق ويبيع ويشري مع التجار ومع الناس. المهم قتل من نص السلعة يسنوا هكذا يباه يبيعوها حتى يشوفوا الموكب تاع السلطان جاي يزرف دين السلطان في الاخر تاعو في الكاليش تاعو. ومن بعد حبس، دار لهم بيده هك أشر على هذاك حسين، قال لهم عيطوا لهذاك السيد. قال ماذا هو التاجر اللي جا جديد؟ قالوا له جاوا له يجر الحراس تاع السلطان، قالوا له مولاي السلطان ويسحقك. قال لك ارواح. قال خير ان شاء الله، شي يحوس عند السلطان وين يعرفني. راح ليه قال له انت حسين؟ قال له قال له واش اللي في يدك هذه؟ قال له تصويره تاع زوجتي. قال له وري نشوف، خاطر عندي صديقي تاجر بدا يشكر ويعاود ويقول لي شابه وجايب تصويرة مرته معاه. وراها له قال راك متاكد باللي هذه مرتك؟ هذه الزوجه تاعك؟ قال له يا سيدي هذه عليها واش كاين غير الخير. قال باك شكون هذه؟ قال له سلكتها من يد القراصنه والله ما نعرف ماليها، سلكتها كانوا رايحين يدوها خطفوها بيبيعوها وانا دفعت الثمن تاعها وجبتها وبابا زوجنا عقدنا. قال له هذه بنتي يعطيك الصحه كي سلكتها من يدين الاشرار الخبثاء. قال له شوف نتايا وبابك ومرتك جاكم معروضين عندي، ارواح وخلوا كلش وارواح. روح باع السلعه هذيك اللي بقات وروح. كي روح قال باباه، قال له شت كيفاه؟ قال له شت قلت لك بابا دير الخير يا بابا، انت ما تنهيني على فعل الخير، فعل الخير مليح يعوضك ربي يعوضك. قال له معليش. قال له ديجا وعارضنا السلطان بابا مرتين سيبي. قال لي جيب باباك ومرتك وارواحوا. راحوا خملوا دوزانهم والامتعه تاعهم وراحوا. ومن بعد علي قالوا له انت تهلا مورانا. فراح قال ذوك نبيع كيما نحب، وفي نفس الوقت حزين على الفراق تاعهم. وصلوا عند السلطان حكاوا له فرح بنته، يحضن ويبكي ويبوس. يا بنتي الحمد لله كي رجعتي، يا بنتي الحمد لله كي رجعتي. قالت له بابا الفضل يرجع لربي والزوج تاعي حسين، كون مش هو راهم باعوني في سوق النخاسة، في سوق وين يبيعوا العبيد. المهم تعشاو ورقدوا، ويجي الوزير تاع السلطان بالعرفة خنجر موس كبير ويحوس يقتل حسين، وتفطن بنت السلطان وتشد له يده. وينوض حسين تعافر معاه، نحلو يده وكتفه، نحلو الموس وكتفه وعيطوا للسلطان. قال له هكذا تحوس تقتل لي نسيبي؟ قال له جزائك الإعدام. عيطوا للسياف يجي يقطع له راسه وبدا يبكي. يا سيدي اسمح لي يا سيدي والله ما نعاود. نطق حسين قلبه مليح، قال له مولاي السلطان، قال له خير له عقوبة أخرى من غير الإعدام. قال له كاين العقوبات بزاف. قال له ديجا هاو ندم
بدا الوزير هذاك يقول له يعطيك الصحة يا حسين يعطيك الصحة. قالوا مولاي السلطان زيد نعترف لك بحاجة، أنا اللي عطيت الدراهم للقراصنة، قلت لهم خطفوا بنتك، قلت كي نخطفها تبقى انت حزين تموت من الحزن على بنتك وانا ندي الحكم، نعود انا الحاكم انا السلطان. قال له شوف من فعايلك الكحلة هذه بزيش تريح عندي، ودوك نأمرهم يبيعوك في سوق النخاسة وين يبيعوا العبيد. المهم الداوه، وحسين ومرته عاشوا في ثبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات. وكما يقولوا وصلنا نهاية القصة، وكما يقولوا هذه حكايتي حكيتها وعندكم خبيتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونطلب منكم فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة تاعي، جزاكم الله خير.